اشتي يا ريني اشتي. امال يعني هضيع من ايد اللحظه دي ولا ايه؟ حاجه سلوم. حاطين لي قش وحاطين لي. يلا لا ده بيشتي برضه. شكلها مش هتسكت. ما هي مش ساكتة. حطها تحت أأمن وأحسن وأفضل. حاسبة عشان المشمع دوت هيقع. ارمي بقى تحت. ارمي تعالى كده قوم قدامي. ايوه هيطلع اهو. الطوب اللي فين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الرضا، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح معطر بذكر الله. حبايب قلبي كده نسمي الله ونصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده بقى يوم السبت كده، يوم كله بقى بصوا من اول نهار واخره. وشوف بقولك ويا بوي على الليل واخره. اهو ده بقى النهارده بقى اليوم كله شغل. كنا يوم السبت بقى إيه كنت موعده ام عبده بقى ان احنا نروح عندها كده انا والولاد. يعني هناخد زياد بقى والاء وعمر لا وياسين لا، انا وزياد وقال له بس. كنت موعدهم على كده اللي احنا يعني ايه، كنت قايله لها يعني لما كانت هنا يوم الخميس هجيلك يوم السبت كده ايه نقعد معاكي حبه. لكن الصراحه يعني بصوا من اول يوم كده لاخره شغل والله يعني. طبعا انتوا عارفين اللي بيبقى معاها اولاد وخصوصا لما يكون بقى في مدارس لازما يعني لبس المدارس ده يتغسل. حتى يعني يوم الاسبوع ده بيبقى حاجه كده، اخر يوم في الاسبوع بتبقى حاجه كده اساسيه ان احنا لازما نغسل لبس المدرسة. حتى لو بتغسليه مرتين ثلاثة في الأسبوع بتغسليه لازما، بس هو لازما يعني احنا بنغسله في اليوم الأجازة يعني. خصوصا ان احنا في الشتاء وكده. فهنا بقى كده ايه قلت بقى نلم الغسيل والعبايات بتاعتي السوداء. طبعا الاسود ما بيتحملش خالص 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 يعني في اللبس. لازم ان انت إيه كل شوية بقى ايه عباية وكده. فربنا يا رب كده يرحم امي ويغفر لها يا رب. دعوة منكم حبايب قلبي لأمي ان ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب وجعلها كده ايه في الفردوس الأعلى. اللهم امين. إيه هنا بقى كده الجو بقى كان بيشتي كده زي ما انتم شايفين. كنت بقى خلاص بغسل وقلت لهم لا بقى ما بديهاش لازما بقى انا اللي بغسله بطلع انشره. شايفين كنت نشره كده فوق، ولما الجو شتا كده لميت شويه حطيتهم في البلكونه تحت. انا قلت بقى ايه نظبط السطح لان السطح كان ابو زياد ايام ما كانت والدتي تعبانه كان فارش قش على السطح. فالسطح بقى يعني بصوا حاطط قش ليه بقى. ليه بقول لك علشان بقى البطتين اللي عندنا احنا اصلا عادش عندنا طيور يعني غير البطتين اللي انتوا شفتوهم في بداية الفيديو دول وبس. ما فيش عندي غيرهم اصلا. يعني ما جبتش اي طيور السنة دي خالص غير الفراخ البيضة. ويعني الحمد لله إيه مات منهم جزء وكده. فهنا بقى حبايبي زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله على كل حال. جو بشتي وحطيت المشمع مرة وظبطت الدنيا مرة كده. ولما الجو مطر قوي 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 سبت الهدوم وجريت بس خفت على المشمع يطير. فقلت لا بقى خلاص ما بديهاش بقى هي كده كده شتا وكده كده الدنيا شاتية. نلمهم بقى كده وهننزلهم نحطهم في البلكونة بتاعتي تحت. حاطة فوق ليه يا لبنى حطيت بقى فوق انا عاملة اصلا منشر من سنين يا جماعة. المنشر ده على السطوح من سنين كنت دايما كده اغسل وانشر غسيلة على السطح والمه كده في نفس اليوم. حتى لو ما عنديش غسالة اللي هي بتنشف ولا اي حاجة خالص كنت بقعد بقى كده على السطح فاضية يا ولاد ما فيش ورايا حاجة. اخلص اللي ورايا كده بدري قبل الظهر بكون مخلصة كل اللي ورايا واطلع بقى كده اقعد على السطوح يعني انشر. والمية ما تصفى كده بتيجي في الكم بتاع الهدوم اعصرها بقى كده يعني اخف المية. انا كنت العصار. فهنا بقى ايه هشيل المشمع لما طار حطيناه كده. الهوا الشتاء بيجي علينا يعني احنا في اتجاه الشتاء. فعمر ابني اقترح كده ان عشان المشمع ما يطيرش حط فيه ايه طوبتين صغيرين كده وايه
علشان يتقلوا المشمع ما يتعملش. تمام. فشفت الطوبتين دول ما كنتش لاقي ارفع المشمع، والله العظيم بنت لبنى دي بنت عسل يعني. فهنا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، الحمد لله رب العالمين. يعني هنا بقى يعني بدأت كده ايه الجو بقى بطل يمطر، يعني مطرة خفيفة كده، ما خلاص ما عادش. فالجو شوفوا عامل ازاي معبي، هو كل ما بيعبي بيجي يفض على هدوم لبنى يا ولاد. اي والله زي اللي قصدها معايا، يعني النهارده طول اليوم يعبي ويجي يفض على هدومنا، يعني حد موحى علينا ده. فهنا بقى قلت لابو زياد وعمر يلا بينا بقى ايه بالمرة يعني، والجو كده بيمطر او بيشتي زي ما عندنا بنقول. نمسك بقى ايه السطح كده، نلم القش اللي سيادتكم حططوه، حضراتكم حططوه كده. لان طبعا ما كناش بنعرف نكنس السطح، وفي نفس الوقت برضو السطح بتلاقوه يعني ما شاء الله. يعني لو عندك حتى فرختين، عندك اي حاجة بتبقى عاملة زي الجلاشة يا جماعة، الدنيا كلها بتبقى هايصة معانا بقى. فهنا بقى ايه لما لقيت الجو ظبط قلت بقى لا خلينا كده زي ما احنا، ويعني نحط الهدوم كده على الحبال تاني، ونظبط بقى الدنيا كده ونظبط وضعنا. طبعا احنا معانا مين؟ معانا الحاجة سلمى على السطوح معانا يا ولاد زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو. ربنا يديلها يا رب طولة العمر والصحة، ويشفيها ويعافيها يا رب من اللي هي فيه. طبعا ربنا ينجيها ويخليها لنا تفضل دايما شمعة كده منورة حياتنا. الشمس لما طلعت صعبان عليا بقى اللي انا ايه اسيب الهدوء، استغل الوقت بقى واستغل الدنيا كده. والشموسة مش بقول لكم بتعبي وتيجي تفضى عندنا. فهنا بقى ايه كنا كنسنا الجزء اللي هو ورا ده، يعني اللي انا هنشر فيه ده يعني اهو. انا كنت عامله المنشر ده من زمان، كنت عامله مناشر اكتر من كده بكتير على فكره يعني. خصوصا ان احنا في الشتاء يعني تنشر عليه في الشتاء، تحط بطاطين، تحطي دفايات، ستاير، الحاجات دي اصلا يعني الهوا كده اما تكون الهدوم مش تقيله على بعضها وبتنشف بسرعه. ما شاء الله يعني. هبدأ بقى اخف كده الحبال، طبعا كنت نشره اصلا تحت. فانا ايه هبدأ بقى ايه اخف الحبال كده خالص، ويعني اخف الدنيا خالص كده قدام. النهارده يومنا بقى كده يوم عسل. إيه طبعا حابة اشكر كل اخواتي وحبايبنا طبعا اللي هم دايما يعني موجودين معانا بكلامهم الجميل وكومنتاتهم الحلوة والدنيا الحلوة كده. وكمان بنسأل على حبايبنا الغايبين اللي هم اصلا يعني هم في قلبنا موجودين والله، لكن يعني مش عايزين نذكر اسماء محددة، بس في يعني مجموعة كبيرة قوي كده مفتقدينها. يعني بتمنى من حبايبي بقى يطمنين عليهم، اللي انا يعني مش عارفة ان انا يعني معيش ارقام لحد ان انا اسأل عليه او اتواصل معاه الصراحة. فانتوا طمنوني بس عليكم ولا بكومنت واحد، مش عايزة اذكر اسماء خالص علشان محدش يزعل. إيه محدش يزعل ان انا نسيت حد وكده. لكن انتوا كلكم دايما في قلبنا وفي عقلنا طبعا، يعني الناس الحلوة بكومنتاتها الحلوة ديت ما بتتنساش، تفضل دايما كده يعني منورانا وحاجة كده ما شاء الله. يعني حب الناس دي بتكون نعمة علينا يعني. انا بعد ما خلصت نشير خدت بقى ايه حماتي مش عاجبها بقى بتشتم فينا. حماتي عندها حق اصلا تشتم فينا والله. ليه بقى؟ لان السطح بتقول انتوا عملتوا السطح كده ليه، بهدلتوا الدنيا والسطح عاملينه كده ليه يعني. حقها والله، حقها تشتم. انا بقول لكم والله عندها حق. إيه فهنا بقى كده مسكت بقى، بس انا اللي كنت مطلعاهم من البداية اصلا يعني. فاتفاجئت اصلا لما لقيتها فوق معاهم على السطوح، لان طبعا هي اصلا من النادر جدا عمرها ما بتطلع على السطوح ده اصلا يعني خالص. فاول ما تطلع يعني يرضيك يا لبنى كده، اول لما تطلع على السطوح تفاجئيها بالشكل الجميل ده. طبعا القش كان مفروش في السطح، والجو شمس بيشمس وهوا والكلام ده كله ايه. ولما يكون عندك طيور او اي حاجة بتجري وتعمل الحمام بتاعها فبيجي في القش فما بتشوفهاش، وبيبقى تحس ان الدنيا اصلا يعني ناشفة، لكن هو في الاساس بيكون نزل في الارضية ولزق زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا بقول لهم ايه هنمسك السطح كده نكنسه كنسة حلوة وهننضفه، وهنمسكه كده بالمجراف وهنعمله يعني تنظيفة حلوة. إيه وفي نفس الوقت يعني ايه
لما الدنيا بقول ايه بقى، بقول يا رب الدنيا تشتي شتوية حلوة علشان نغسله. يعني لما الجو هيشتي هيتغسل، لما الجو هيشتي هناخد المساحة، وكمان إيه هنطلع بقى ايه، اللهم صل على النبي، إيه هنطلع بقى بالمساحة كده ندعكه اي حاجة بقى لازقة في الارضية كده ان شاء الله هنشيله. طبعا كتير قوي هيقول لي يا لبنى عندك كراكيب كتير على والله بصوا يا جماعة، انا ما عدتش بحب اطلع على السطوح بتاعي ده خالص 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 يعني. ليه بقى؟ نكنسه ونروقه ويبقى 100 فل وعشرة ولا زي الفل. تيجي تبصوا تلاقوا بقى ايه، ياسين ابن طلع، عمر ابن طلع، إيه بصوا اللي معاه اي حاجة بقى عاوز يكتشف نفسه يطلع يكتشف نفسه على السطوح. يعني ياسين ابن عاوز يعمل لنفسه عشة، يجيب طوب كده ويجيب الاقفاص ويجيب حاجات كده يقعد يرصها على بعضها اللي هو بيعمل لنفسه عشة يعني. السطوح اصلا كل ما يبقى نظيف بيكون في راحة نفسية. احنا بقى النهاردة كده عملنا ايه، كنسنا بقى السطوح كده ونضفناه. الكراكيب اللي على السطوح دي ان شاء الله بأمر الله بإذن الله يعني هنشتلها كلتها. وشوفوا بقى يا حلاوة الطبيعة وجمال الطبيعة وجمال الريف المصري كده وانتي قاعدة يعني في جو الشتاء كده. بصراحة بحب جو الشتاء جدا يعني، هو بيكون رخم قوي في البرد، لكن انا بصراحة من عشاق ايام الشتاء. يعني بحب الشتاء اكتر من الصيف الصراحة. يكون بقى شوية حمام كده حلوين بيهفهفوا ويرفرفوا حواليكي، يا سلام. طبعا في كراكيب كتير على السطح انا عارفة، ان شاء الله كده ربنا ييسر الحال. وده البيت القديم طبعا اللي هو على الشارع، احنا بيتنا ده وراه. فربنا يا رب يصلح الحال كده وبأمر الله يعني. نشيل الكراكيب اللي على السطح. طبعا احنا مش هنعمل حاجة في السطح اصلا يعني، غير ان احنا هنكنسه ونشيل الكراكيب. وفي حديد وفي خردة كتير ملهاش لازمة بقى هنشتلها ننزلها تحت وكده. وهنا بقى كده بنلعب بالحمام. هنا بقى بنلعب بالحمام، بقول لهم تعالوا يلا علشان ايه، علشان تاكلوا. عمر ابني قال لي حط لهم ايه دش، والدش ده طبعا هو مش هينزل بقى خلاص. فقلت له بقى انزل هات لهم شوية ذرة من تحت. بعد ما خلصت كنس السطوح يعني ونضفت كده السطح خالص، لميت بقى الهدوم اللي محيراني من الصبح دي يعني انا شرطها في اليوم ده 4 مرات يعني في الشتاء. وظبطت بقى الحبال، ظبطت الحبال كده. على فكرة يعني أنا كنت دايما بحب أنشر على السطوح، يعني جيراني وحبايبي واللي يعرفوني كشخصيا عارفين إن أنا يعني عاملة المناشر دي من زمان. بستخدمها في الأزمات اللي هي لما الغسالة تكون بايظة، يكون في حاجة كده مش مظبوطة، مستعجلة عايزة انشف بسرعة، بطلع بقى على السطوح كده زي ما انتم إيه شايفين. طبعا النشرة تحت لما يعني خفيت الهدوم نشرت تحت شوية، والباقي ايه يعني قلت بقى لا، الحاجات التقيلة والحاجات المستعجلة والحاجات اللي هي الدفايات إيه نعملها بقى ايه ان شاء الله إيه فوق. يعني خلصنا ونضفنا وهنا بقى بعد ما قلنا نلعب بقى كده بالحمام. يعني بصوا هقول لكم على حاجة، يعني الحاجة في البيت مفيش أحسن منها. ويعني تربية الطيور في البيت برضك حلوة، لكن اللي ما عندوش مكان بيكون غصب عنه، عارفة يعني كتير قوي يكتبهم. بس اقل حاجة ان انت تقدري تجيبي مثلا فراخ بيضة لو عندك بلكونة تربي فيها، خصوصا ان احنا في الايام الغلا ديت. يعني ربنا يرزق الناس يا رب، اللي يجرب التربية عمره ما يستغنى عنها ابدا، لان الشراء مش هيكون زي الحاجة اللي انت مربياها في بيتك وعلى ايدك وكده يعني. هنا بقى حطت لهم ذرة، عمالة ارش لهم ذرة كده علشان ينزلوا لنا برضو، يعني مش معبريننا خالص. بعد ما خلصنا كده على طول رحنا فين بقى يا ام زياد، رحتي فين؟ بعد ما خلصنا كده على طول رحنا المكنة، ما كانش عندنا رز ابيض. خدنا بقى شكارة رز ورحنا بقى نبيض. طبعا احنا هنا بقى ظهرنا للأراضي ووشنا للبلد، هي دي اتجاه البلد بتاعتنا يعني. بسم الله ما شاء الله يا رب. هنا بقى قايمة كان بيقول لي بقى هنا قومي حطي الشكارة الفاضية في قلب القدوس بتاع الردة، لان هنا بقى حبايبنا دول خلصوا خلاص ما عادش. خلصوا بقى يعني. بصوا انت لما يكون عندك رز جنب مكنة وقريبة المكنة تقدر اللي انت ما شاء الله يعني تعملي تبيضي شكارة بشكارة، شكارتين بشكارتين.
بحيث إن أنتِ ما تكتريش الرز عندِك خالص، وعلشان برضُك الرز ما يبوظش منِك أو يسوِّس أو يدوِّد أو يحصل له أي حاجة خالص، فبيّضي على قدِّك، بس أنا بابيّض وأنا متطمنة برضُك حتى لو أنا مبيّضة كمية دلوقتي ما اقلقش، ليه بقى؟ لإن إحنا في البرد والجو ساقعة، وفي السقعة ديّة يعني ما بيبقاش حاجة يعني. بس، فهنا بقى كده الرز بتاعنا ده، أنا هنا بقى كنت بارجّعه تاني علشان ما كانش اتغربل، ينزّل اللي هو الحبّاية الرفيّعة من الرز، ويفضل لِك بقى الحبّاية الحلوة كده بسم الله ما شاء الله، بياضه حلو جدًا، الحبّاية مش متكسّرة، دايمًا يعني الحبّاية الضعيفة اللي ما بتبقاش واخدة حقّها كويس أوي في الري، دي اللي بتتكسّر، لإن ما بتبقاش حبّاية أصلًا كاملة وبتبقى رفيّعة ومش حلوة يعني وكده. هنا بقى كان خلاص يعني أبو زياد هنا بيقفل المكنة علشان خلاص قرّبنا بقى نخلّص، وقرّب بقى العد التنازلي بقى إن إحنا هنلِم السِرس وهنلِم بقى رُزنا وهناخد بعضنا كده ونتوكّل على الله على بيتنا، يعني اليوم كُلّه يعني ما شاء الله. أهو. طبعًا كان في قشة كده جات في المكنة فوقّفها ورجع تاني، بقينا نعبّي كده من قدّامه ونحط له عليها رُز وكده، أهو بسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي الفل النهارده يعني اليوم كده. فهنا بقى كده بيّضنا بقى الرز بتاعنا كده بسم الله ما شاء الله، خلاص خلّصنا ولمّينا بقى رُزنا وحالنا كده كنا خلاص بدأنا بقى كده على آخر اليوم، كانت قلق بنتي صايمة في اليوم ده. وهنا بقى لقيناها بقى لمّا روّحنا لقيناها عارفة بقى اللي ما كناش بيّضنا ما فيش رُز، عاملة مكرونة وعاملة لنا بطاطس وعاملة سلطة وكمان سلقة بيض كده اللي هو على المكرونة ده بيض مسلوق ومحمّراه كده بعد البطاطس وخضرة، والحمد لله يعني فضل ونعمة يعني من ربنا الحمد لله. إحنا بقى كنا أصلًا طول اليوم من على السطوح للشارع كده نروح نبيّض، ما نزلناش عند سايبين لها الشقة خالص فاضية كده، لقيناها بقى مجهزة لنا كده أكل، الحمد لله ربنا يهديها يا رب. طبعًا اللي ما يعرفش قناة آلاء اسمها يوميات آلاء مصباح، طبعًا مصباح ده جدها لقب العيلة بتاعتهم، أترككم في رعاية